تخيل نفسك محاطا بظلمات متراكمة في أعماق بحر لا قرار له، يبتلعك كائن ضخم لم يتح لك أن ترى ملامحه، وفجأة تجد نفسك وحيدا في مكان ضيق لا يسمعك فيه أحد ولا يراك أحد، لا سبيل للخروج ولا حيلة تنفع ولا إنقاذ يلوح في الأفق. ماذا ستفعل؟ هل تنهار وتستسلم؟ أم ستلتفت إلى السماء ولو أنها بعيدة وتطرق باب الأمل ولو كان أضعف من خيط نور؟ هذه ليست مجرد صورة خيالية، بل هي حقيقة عاشها نبي كريم من أنبياء الله، إنه يونس عليه السلام، النبي الذي ابتلعه الحوت. بداية القصة: يونس عليه السلام كان نبيا مرسلا إلى قوم يعيشون في بلدة تسمى نينوى، وهي تقع في أرض العراق. مهمته كانت واضحة، أن يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام، لكن القوم لم يستجيبوا، بل قابلوه بالسخرية والإنكار. ومع مرور الوقت اشتد غضبه من إصرارهم على الكفر، فقرر أن يتركهم وينصرف عنهم دون أن يصبر عليهم أكثر، ولم ينتظر الإذن الإلهي. غادر يونس قومه واتجه نحو البحر، حيث ركب سفينة مليئة بالناس والبضائع. وفي عرض البحر هاجت الأمواج واضطربت السفينة، وخشي الركاب أن تغرق، فقرروا أن يلقوا قرعة ليختاروا شخصا يلقى في الماء تخفيفا عن السفينة. فوقعت القرعة على يونس عليه السلام أكثر من مرة، فكان لا مفر من إلقائه في البحر. الحوت والابتلاع. حين سقط يونس في البحر أرسل الله حوتا عظيما فابتلعه دون أن يمسه بأذى. في تلك اللحظة كان يونس داخل 3 أنواع من الظلمة: ظلمة البحر العميق، ظلمة الليل الدامس، ظلمة بطن الحوت. إنها صورة قصوى من الانعزال والانقطاع عن العالم، حيث لا وسيلة ولا سبب يمكن أن ينجي سوى اللجوء إلى الله. الدعاء الذي غير المصير. في بطن الحوت لم يكن أمام يونس إلا الدعاء. لم يطلب طعاما أو شرابا أو مخرجا مباشرا، بل لجأ إلى الله باعتراف صريح بعجزه وخطئه وتقصيره. ذلك الدعاء الصادق كان بمثابة مفتاح النجاة، فقد استجاب الله له وأمر الحوت أن يلفظه إلى اليابسة، فخرج يونس حيا منهك الجسد، لكن قلبه مملوء باليقين. العناية بعد الخروج. حين خرج يونس من بطن الحوت كان ضعيفا مريضا، فأظله الله برعاية خاصة. نبتت بجواره شجرة ذات أوراق كبيرة تحميه من الشمس وتغذيه، حتى استعاد عافيته وعاد قادرا على الحركة والحياة. ثم عاد إلى قومه ليواصل رسالته، بعد أن تعلم درسا عظيما في الصبر والتسليم واليقين. توبة القوم. أما قوم يونس الذين تركهم فقد أدركوا بعد رحيله أن العذاب يوشك أن يقع عليهم، فتابوا جميعا وطلبوا المغفرة بصدق. وهكذا أصبح قوم يونس حالة استثنائية، إذ قلما ينجو قوم نبي بعد أن كذبوه، لكنهم نالوا رحمة الله بصدق رجوعهم. دروس وعبر من القصة. قصة يونس عليه السلام تحمل معان عميقة تتجاوز حدود الزمان والمكان، فهي ليست مجرد حكاية تاريخية، بل رسالة خالدة لكل إنسان. عدم الاستعجال. الاستعجال في ترك المهمات أو الهروب من المسؤوليات قد يقود إلى بلاء أعظم. كان على يونس أن يصبر على قومه، لكن استعجاله علمه درسا بليغا: الأمل في أقصى الظروف، حتى في بطن الحوت حيث لا حياة ولا ضوء كان هناك أمل. هذا يذكرنا أنه مهما ضاقت الدنيا علينا يظل هناك باب واحد لا يغلق أبدا، باب الله. قيمة الدعاء. الدعاء لم يكن كلمات عابرة، بل كان تسليما كاملا ويقينا عميقا. هذا ما جعل الدعاء سببا في النجاة. الاعتراف بالخطأ. الإنسان مهما علا شأنه لا يعصم من الخطأ، رمزية القصة في حياتنا اليومية. قصة يونس ليست حكرا على الماضي، بل يمكن أن نراها في حياتنا بشكل رمزي. فبطن الحوت يمكن أن يكون أزمة مالية خانقة، مرضا يقعد صاحبه، خيانة من شخص مقرب، فشلا متكررا في عمل أو دراسة. كل إنسان يمر بمرحلة يشعر فيها أنه في ظلمات متعددة، لا يرى مخرجا ولا يجد عونا. في تلك اللحظات الدرس الأكبر من يونس هو: لا تيأس، ألجأ إلى الله بصدق، اعترف بضعفك، وستجد الفرج في الوقت الذي تظن أنه لا سبيل للنجاة. ارتباط القصة بالأنبياء الآخرين. قصة يونس تذكرنا بمسيرة الأنبياء جميعا الذين واجهوا تكذيب أقوامهم وصبروا طويلا.
الفرق أن يونس استعجل، فكان ابتلاؤه أسرع وأشد ليكون عبرة لغيره. أما غيره من الأنبياء فاستمروا في دعوتهم لسنوات طويلة، حتى وإن لم يجدوا إلا القليل من المستجيبين. البعد الإنساني العميق. إن هذه القصة تكشف هشاشة الإنسان مهما كان قويا أو ذا مكانة. فالنبي نفسه يمكن أن يقع في لحظة يأس أو غضب، لكن عظمة الرسالة أن الله يعيده ويقومه ويرفعه بعد ذلك. هي رسالة للبشر جميعا. الضعف ليس نهاية، واليأس ليس قدرا أبديا، والخطأ ليس حاجزا بيننا وبين رحمة الله. النهاية المضيئة. خرج يونس من محنته أكثر قوة وإيمانا، وعاد إلى قومه بعد أن أدرك أن رسالته لا تترك أبدا، وأن الصبر هو السلاح الأول للداعية. كما أن قومه أنفسهم تغيروا فأصبحوا نموذجا لقوم نجوا بفضل التوبة. القصة إذن لا تنتهي في ظلام البحر، بل تفتح أبواب النور والأمل. هي دعوة صريحة لنا جميعا أن نتمسك بالأمل مهما كانت الحياة قاسية، وألا نستسلم مهما تراكمت الظلمات.